عايزه اقول لكم ان انا بعمل شويه بيتي فور ينافسوا الجاهز. حرفيا كده دي اظبط وانجح طريقه هتعملوا بيها البيتي فور. بيطلع بقى ناعم وبيدوب ذوبان واحلى من الجاهز مليون مره. انا متاكده كمان ان اي حد هيجرب البيتي فور بالطريقه دي هيعتمد الوصفه عنده على طول. حتى لو انتي اول مره تعمليه هيطلع معاكي مظبوط من اول مره. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده وتعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. هشتغل النهاردة في العجان. لو مفيش عجان بنستخدم المضرب الكهرباء العادي او ممكن كمان نستخدم المضرب اليدوي، بس هيحتاج معانا مجهود شوية. عشان نحضر بقى البيتي فور هنحتاج 400 جرام من الزبدة او كوبايتين من الزبدة. افضل حاجة بقى نستخدم الميزان عشان الوصفات بتاعتنا تطلع مظبوطة معانا. الزبدة كمان لازم تكون ساقعة خارجة من التلاجة. هنزود على الزبدة كوباية سكر بوزن 140 جرام. هنحتاج سكر بودرة. السكر بنطحنه في كبة الخلاط كويس وبعدين ننخله كويس جدا وناخد منه كوباية بوزن 140 جرام. هبدأ ان انا اشغل العجان في الاول كده على سرعة هادية جدا عشان المكونات تتجمع على بعض. بعد كده بنعلي السرعة لأعلى حاجة. من وقت للتاني كنت برفع العجان وبنزل الجوانب عشان المكونات كلها تتجمع على بعض. هياخد معانا وقت شوية حوالي 10 دقايق كده او 12 دقيقة لحد ما نوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. القوام لازم يكون معانا هش وخفيف بالشكل ده وعامل زي كريمة الزبدة بالظبط. دلوقتي بقى هنبدأ ننزل بالبيض. هنحتاج لصفار 3 بيضات. انا ما بستخدمش البيض الكامل. هو ده بقى سر نعومة البيتي فور. عشان البيتي فور يطلع معاكم ناعم وبيدوب وفي نفس الوقت كده الواحدة بتبقى ماسكة نفسها، ونضيف صفار البيض. وهنحتاج كمان فانيليا. انا استخدمت ظرفين من الفانيليا. الفانيليا البودر بيبقى ريحتها اقوى من الفانيليا السايلة. هخلط بقى لحد ما البيض يختفي تماما وكده ده القوام. شايفين القوام بيبقى هش وخفيف بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدأ نضيف الدقيق. معايا هنا نص كيلو دقيق. انا النهارده طبعا بعمل مقادير نص كيلو ورشة ملح صغيرة كده عشان تظبط معانا الطعم. انا الدقيق بضيفه على مرحلتين. احنا طبعا خلصنا خفق المكونات مع بعض. هبدأ دلوقتي ان انا اغير السلاح وهشتغل بالكف. هشتغل كمان على اهدى حاجة. احنا عايزين المكونات يدوب بس تتجمع على بعض، مش بنبالغ كمان في التقليب، بنقلب بس عشان المكونات تتجمع على بعض. اول ما كمية الدقيق الاولى بتختفي ببدأ انزل بالكمية التانية وهبدأ اخلط مرة تانية. واول ما الدقيق اللي قدامنا ده كله بيختفي بنوقف تقليب خالص. ده كده قوام عجينة البيتي فور. بتبقى طرية وكمان بتلزق في الايد بالشكل ده. ده كده قوام مظبوط جدا. بنجهز بقى الكيس وبحط فيه نص كمية العجينة. وجزء العجينة التاني هعمله بالشوكولاتة وهنشوف كده مع بعض واحنا شغالين. وهبدأ ان انا افضي الهواء اللي في الكيس كويس جدا عشان العجينة ما تقطعش مني وانا بشكلها. وهنبدأ بقى نشكل البيتي فور بتاعنا بالشكل ده. طبعا الصواني اللي هنشتغل عليها مش بندهنها باي مادة دهنية خالص.